بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اليوم نتكلم عن القضية التركية التي زاد فيها اللغط وكثر فيها الكلام، وتعصب بعض المتعصبين وزعم أن هناك خلافة قديمة للعثمانيين، وأخذ يتغنى بالزمن العثماني ويعني يقف على أطلال أفول هذه الخلافة حسب زعمه وما حصل في تلك الفترة من الثورات عليها ونحو ذلك. وأنا أحب أن أعلق على هذه المسألة بأن قضية المسميات الشرعية لابد أن توكل إلى أصحاب العلم حتى يستنبطوا الحقيقة، فإن الله سبحانه وتعالى يحث على ذلك في كتابه الكريم: لعلمه الذين يستنبطونه منه. فالله سبحانه وتعالى حدد من الذين قد أوكلهم بذلك. أما أن يكون بعض المتخصصين في التاريخ أو متعصبين لحالة حدثت في سالف الزمان، ونحن لما نقول ذلك ليس معنى ذلك أننا نبخس الناس أشياءهم، فإن القضية وبعض ما حصل من المحاسن في فترة الإمبراطورية العثمانية أو الدولة العثمانية من الفتوحات والنصر باسم الإسلام طبعا، والعلو الذي حصل في زمانهم للمسلمين، أشك هذا يذكر ويروى ولا يطوى. ولكن أن نزعم أنها خلافة، فإن شروط الخلافة معلومة مفهومة عند كثير من الناس، وخاصة أهل العلم وطلبته، بأن الخلافة في قريش كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فإن كان من أهل قريش أو من أهل البيت فذلك هو الزمام الذي يسلم إليهم، وهو المصطلح الذي يليق بهم وهم أحق به. وخلاف ذلك فلا يعتبر ولا يعتد به. هذه من جهة المسمى. أما من جهة الفعل فهذه الحقبة الزمنية لها ما لها وعليها ما عليها. فيها من الفضائل كما ألف من الأصحاب العلامة الإمام مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله في كتابه المشهور قلائد العقيان في فضائل آل عثمان، فذكر لهم من المآثر والفضائل ما لا يجوز بخسه ولا إسقاطه. ولكن من ضمن هذا الكتاب ذكر بعض المآخذ التي أخذها عليهم، وهي القتل الذي استحرى فيهم بقتل الأخ أخاه، الدماء التي كانت تسيل من أجل الكرسي ومن أجل المنصب. ولا شك أن ذلك ليس من الشريعة الإسلامية في شيء، بل هو من أعظم العظائم ومن أكبر الكبائر. فتصوير القضية بأنها خلافة إسلامية وكأنها بالاختيار وكذا هي أشبه بالإمبراطورية التي تزعمتها أسرة من الأسر وتخالفوا فيها،
وهكذا. على كل حال، هذا من قضية الملاحظات والمؤاخذات، غير شد الرحال إلى الحج وغيره ما لم يذكر منهم. وكذلك قضية الخلافة بأنها لا بد أن تكون من قريش كما ذكر الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. فمن الخطأ يأتي إنسان ويقول أنها خلافة عثمانية وأنها لا شك أنها خير مما هو كائن اليوم من التفرق والتشرذم، فأصبحت الدول كزعماء وملوك الطوائف. لا شك أن الوحدة خير من الفرقة، والاجتماع خير من الافتراق، وهذا ما نرجو الله سبحانه وتعالى أن يجمع هذه الدول الإسلامية على خير بإذن الله سبحانه وتعالى، ولعله قريب إن شاء الله. الله يكتب لهذه الأمة الخير. ونحن والترك لا نتوافق في كثير من الأمور، وهذه هي الحقيقة التي يتغاضى عنها كثير ممن يذكر مآثرهم ويمدحهم، وينسى تلك الملاحظات وتلك الهنات وتلك السقطات العظيمة مما حدث في البلاد العربية إثر حكمهم. عدا الحرمين لا شك، فإنهما كانا يحظيان بمقام شريف وبعناية تامة تشهد لها الأروقة اليوم ولا شك، خلا البدع والصوفية المحترقة التي كانت عندهم وتلك من مآخذ عليهم، وكذلك العقيدة الماتريدية الأشعرية المحترقة. على كل حال، لا شك أن البلاد العربية والإسلامية وخصوصا الجزيرة العربية لها من المكانة والقدر والأحقية في ذلك كله، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الكلمة المقتضبة الارتجالية كسالفتها نافعة إن شاء الله، ونسأل الله أن تكون هذه الكلمة خالصة لوجهه سبحانه وتعالى، وما كان لله يبقى. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. ونذكر في النهاية حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يذكر فيه أن دعوا الحبشة ما ودعوكم واتركوا الترك ما تركوكم. يذكر الحديث عند أبي داود في السنن، وحسنه أهل العلم. وذكر الحبشة مذكور في مسند الإمام أحمد أيضا، وحسنه لغيره أهل العلم. وهذا يعطي لفتة وانتباه لتلك القومية والعصبية التي يحظون بها إلى اليوم، فهم لا يحبون العرب ويتعالون عليهم ويرونهم ويصفونهم ويسمونهم بأسوأ الصفات. ولا نقول ذلك فقط من العلمانيين والملحدين هناك، لا، ولكن القضية موجودة حتى في مشايخهم وفضلائهم وأهل المساجد وأهل الدين منهم. وهذا ما يقتضي التنويه ولفت الانتباه له. أما العصبية أو أن ينظر بجهة واحدة وبمنظور واحد، فهذا من التطفيف في الميزان
وعدم العدل في الحكاية والرواية والحديث. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.